تلاحظوا يا شباب الامريكان لما بيجي يتكلموا ممكن يستخدموا كلمه واحده بس يطلعوا منها 100,000 معنى ومعنى، ما استخدموش اي حاجه جديده، هي نفس الكلمه زي ما هتشوف في المثال ده. Solid athlete, solid arm, solid kid. Solid athlete, solid arm, solid kid. Solid athlete, solid arm, solid kid. Solid answer. Solid answer. It's a solid plan. It's a solid plan. وزي ما شفتوا في المشاهد دي كلها كل الجمل هنا كانت دايره على ايه؟ كلمه solid. لو عرفت الكلمه دي تقدر تحطها في 100,000 جمله زي ما هم بيعملوا بالظبط. عشان كده ان شاء الله تعالى النهارده هناخد اهم الكلمات اللي ممكن تطلع منها 100,000 معنى وبنستخدمها كتير جدا في المحادثه اليوميه. معكم اسلام a.k.a. سامكس في حلقه جديده من انجليزي شوارع. Let's get started. من كام يوم يا شباب كنت ماشي في الشارع وقابلت كوبايه القهوه دي، عجبتني بصراحه، حسيت بقى ان انا عايز اشرب قهوه في جو مطاعم، بس الاهم من كده ان القهوه دي او الكوبايه دي كانت صلبه، الخامه بتاعتها عجبتني. صلبه بقى يعني ايه؟ يتقال عليها ايه؟ solid يعني قويه، الخامه بتاعتها قويه، صلبه، متينه، اي حاجه تقابلها قويه صلبه متينه يتقال عليها ايه؟ solid. الجميل بقى في الكلمه دي انك لما تستخدمها قبل اي اسم معناها ان الحاجه دي قوية وصلبة ومتينة. مش فاهم؟ اديني مثال. solid answer يعني إجابة قوية، رزينة، مقنعة، شافية، تشفي الصدر. كل ده جاي من كلمة إيه؟ solid. يعني الإجابة اللي أنت قلتها دي قوية فعلا. حد نصحك نصيحة حلوة جدا تقدر تقول له Solid advice. Solid advice. Solid advice. ولو عايز توصف لعب فريق المغرب في كأس العالم ممكن بكل بساطة تستخدم الجملة دي. super solid team guys, and our super solid team guys, our super solid team guys, super solid team, super solid team, super solid team, super solid team, super solid team. امبارح كنت بترجم لقاء للاعبين كمال اجسام بمناسبه مستر اولمبيا، بس اللي يلفت نظرك هنا ان طول اللقاء ماسكين في الكلمه دي. Calorie wise, condition wise, size wise. لو قلت لك انهي احلى، اللبس ده ولا ده؟ ممكن تقول لي بكل بساطه من حيث اللون، بس ترجم بقى بالانجليزي. من حيث اللون هتبقى in terms of color، يعني من حيث اللون. طب وليه كل المأساة دي لما ممكن تقول كلمة color wise يعني من حيث اللون. من حيث اللون يعني فيما يتعلق باللون لما نتكلم عن اللون. من حيث الحجم size wise، من حيث المال money wise، من حيث الطقس جميل weather wise. يلا نتدرب عليها. Let's jump right in. Time-wise, I actually was able to achieve that. Like time-wise, I actually was able to achieve that. Like time-wise, I actually was able to achieve that. Time-wise. To help the planet, energy-wise, to help the planet, energy-wise. فاكرين يا شباب مدمن الكحول اللي بيتقال عليه ايه؟ alcoholic. ما تحفظهاش بقى لوحدها. شايف كلمة هوليك دي؟ امسكها وحطها مع اسم اي حاجة انت مدمنها مهما كانت الحاجة دي ايه. فلو عندك مثلا اي حد في العيلة بيحب يشتغل ليل ونهار، مدمن شغل، he's a workaholic، يعني هو مدمن شغل بيشتغل ليل ونهار ما شاء الله. واحد مدمن تسوق، كل يوم يروح يشتري حاجة جديدة، shopaholic. من حلاوة الكلمة دي أصلا إنك ممكن تخترع أي حاجة في دماغك دلوقتي وتحط بعدها كلمة هوليك. علشان كده ما تستغربش لما تسافر مثلا كندا أو بريطانيا وتلاقي محل اسمه بيتزا هوليك، يعني مدمنين البيتزا. ولا حتى تستغرب لما تسافر أمريكا وتلاقي مكان بيبيع قهوة اسمه Coffee holic. ممكن بقى هنا تشغل دماغك، وأي مشروع لسه هتفتحه ومش لاقي له اسم ممكن تحط اسم الحاجة اللي أنت بتقدمها وبعدها كلمة هوليك. لو فتحت المشروع بقى ما تنسوش تعزموني وهعمل لكم أحلى دعاية إن شاء الله. So I became, just a workaholic, you know what I'm saying? So I became, just a workaholic. Do you consider yourself a workaholic? Do you consider yourself a workaholic? Workaholic?
سواء كان الانجليزي بتاعك عالي متوسط اكيد عدى عليك الكلمه دي well done. مين ما يعرفهاش؟ احسنت صنعا. الجامد بقى في الكلمه دي انك لو ركزت فيها وحللتها هتلاقيها بتتكون من حاجتين. كلمه well ادي الكلمه الاولى، ها done. ايوه يعني ايه؟ هي مش مجرد كلمه done وبس، لا هي التصريف الثالث. ركز بقى ان كل المطلوب منك هنا انك تستخدم كلمه well زائد التصريف الثالث لاي فعل عندك. يعني مثلا well know، لا ده مش تصريف ثالث، خليها ثالث بقى well known يعني معروف ومشهور. طب well make، لا هات تصريف ثالث، خليها well made معناها ايه؟ متقن، يعني مصنوع صناعه متقنه. dress خليها في التصريف الثالث dressed يعني ايه؟ لابس لبس انيق. كلمه pay يعني يدفع، حطها في التصريف الثالث paid. ها well paid يعني أجر عالي، بياخد راتب عالي وأجر عالي، عشان كده بنشوفها في الترجمة راتب مجزي well paid. لك أن تتخيل كمية الكلمات اللي ممكن تصنعها من القاعدة الصغيرة دي، عشان كده اديني حبة دلع. It's a well-known technique and it's a well-known technique and Don't forget well dressed. Yes. Don't forget well dressed. Yes. Don't forget well dressed. Yes. You're so well dressed. 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 تعالوا نعمل يا شباب اختبار سريع على حلقة النهاردة. في المشهد ده اتقالت الجملة دي، حد يعرف هنا معناها ايه؟ That's a solid point. 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 تفتكر معناها هيكون ايه؟ وجهة نظر مهمة ولا نقطة صلبة؟ عاش، طبعا وجهة نظر مهمة، محدش يترجم حرفيا، خلاص احنا فهمنا كده المعنى العميق للجملة. زي الفل، نيجي للي بعده. كلنا عارفين ان كلمة Wise. يعني حكيم. طب ايه معناها بقى التاني لما بتيجي بالشكل ده؟ Design wise? yes, Or design wise. well, design wise? Yes. Or Design wise. الله ينور عليك. من ناحية التصميم، فيما يتعلق بالتصميم، لما نتكلم عن التصميم من حيث التصميم، وده معناه انك اي تعليق هتعلقه دلوقتي ليه علاقة بالتصميم. عايزك زي العربي بالظبط، قول من ناحية التصميم مش عاجبني، من ناحية التصميم مش افضل حاجة. Design wise it's not the best. هنا بقى يا شباب نيجي لسؤال الحلقة. عليك تخمن الجملة دي معناها ايه وتكتب لي تحت في التعليقات بالعربي وبالانجليزي. And a well-paid job. And a well-paid job. And a well-paid job. And a well-paid job. يا شباب لو عدينا ال7000 لايك ان شاء الله هعمل جزء تاني من الحلقة دي، وده طبعا ان شاء الله تعالى مش صعب عليكم. على قد ما نقدر ساعدوني على انتشار المحتوى، وما تنساش تتابعني على قناة انجليزي شارع من الافلام، سايبها لك تحت في اول تعليق. اشوفكم على خير يا شباب، لا اله الا الله. Peace.